المتابعة اليومية مع العيانين بعد العملية بتخلينا نلاحظ بعض الحاجات اللي بيبقى صعب جدا إن احنا نلاحظها لو احنا ما عندناش متابعة دقيقة يومية معايا شخصيا مع العيانين بعد العملية. بعض العيانين لما بينتقلوا من مرحلة السوائل اللي بتبقى موجودة في أول أسبوع أو 10 أيام لمرحلة السوفت دايت أو السوائل الصلبة شوية أو الأكل سهل الهضم، بيحصل لهم بعض الحاجات اللي بننبه منها العيانين، اللي هو ممكن لو أنا أكلت مثلا بدأت أدخل السوفت دايت يبدأ أحس إن أنا عندي مثلا وجع في معدتي شوية تقلصات. ابدا أبقى انا مش متخيل ان انا حجم المعده عندي صغر، فمش هيقدر يستوعب اكل كتير في الفتره ديت. فتبدا العينه تحكي لنا مشكلتها، تقول لك مثلا عند المعلقه الثالثه وانا باكل مثلا شوربه الخضار، فهنا نستوب نقول لها معلقه ثالثه، معلش هو حجم المعده نفسه خلاص بقى ما يستحملش اصلا معلقه ثالثه، احنا بناخد معلقه او معلقتين وبنستنى خالص وممكن نتحرك شويه. العيانه لما تيجي تحكي لنا تقول لنا مثلا، او العيان انا شربت ميه وبعد ما شربت الميه بدات اكل الوجبه بتاعتي، فنستوب ونقول لها ما ينفعش تشربي ميه قبل الاكل بنص ساعه او بعد الاكل بنص ساعه. كل الانستراكشنز ديت بتخلينا نساعد العيانين بتوعنا عن طريق المتابعه اليوميه ان هم يعدوا مرحله اول شهر بعد العمليه ديت من غير اي الم ومن غير اي احساس بالتقلصات او الديسكمفورت، عدم الراحه. بعد ما الشهر ده بيعدي العيان خلاص بيبقى فاهم طبيعه العمليه اكتر بالممارسه، فهم اكتر ازاي يتعامل مع نفسه، امتى ياكل ايه وياكله ازاي، اهميه المضغ كويس قبل العمليه، اهميه ان هو ما يوصلش نفسه لمرحله الامتلاء، يعني ياكل اكل صغير وبعد شويه يكمل وجبته ديت لو ما عرفش يكملها على مره واحده. كل التعليمات ديت احنا بنبقى مع العيان لحظه بلحظه، احنا كفريق طبي انا شخصيا ودكتور التغذيه وبقيه الفريق المعاون علشان نخلي العيان يعدي الشهر دوت بسلاسه من غير اي تعب من غير اي مضاعفات. لما هنتابع معاه القصه دي يوم بيومه خلاص هيبدا يفهم هو بعد شهر ما يعدي ان هو طبيعه العمليه اخبارها ايه، حجم المعده اخباره ايه، يقدر ينسق الدنيا ديت ويبدا يتعود على طريقه نفسه ويعدي الشهر الاولاني من غير اي مضاعفات او اي مشاكل.